السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين وموجي الغاليين. في البداية نصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. والنهاردة معاكم من المعمورة الشاطئ. الفيديو استناه كتير منكم وطلبوه كتير مني، قلنا حاضر نستنى شوية ونهدى، مش عشان خاطر هنصور وحدات والكلام ده، لا عشان خاطر الأسعار. أنا استنيت لما أعرف أجيب لحضراتكم أسعار حقيقي وبجد مش هتلاقوها غير موجودة غير هنا في الفيديو ده. أسعار وكروت شاطئ خاص وشاطئ عام، وحدات بتاخد اكتر من يعني هنقوله ايه، ارقام عد على ايدك. تابع الفيديو لغايه الاخر، فيديو حلو جدا ومهم قوي، وعاملين فيه خصومات اهم من الاسعار، وعاملين مفاجآت حلوه جدا في الفيديو النهارده. وحداتنا من الشاطئ معموره الشاطئ، تعالوا مع بعض نشوف كروت شاطئ خاص وكروت شاطئ عام، وكمان عد الافراد، مالكش دعوه باي عدد. يلا بينا مع بعض بقى. جايبه لكم النهارده فيلا يا موجودي. فيلا يا جماعه، ليه احنا مش اقل من اللي بيقعدوا في فيلات؟ يلا بينا تعالوا كده النهارده نتفرج على الوحده. هي مش وحده، هي فيلا عشان ما بقاش ظالمه. بصوا بقى، فيها 2 حمام. تعالوا الاول كده نشوف المطبخ معانا. ده المطبخ بتاعنا، طبعا الشوي بقى وحركاتك بقى وعيش حياتك يا معلم زي ما انتم شايفين. بوتاجاز، تلاجة، وادي اول حمام معانا اهو ب2 حمام. تمام. مطبخ، التلاجة بتاعتنا شغاله. تمام. فيلا بالجاردن بتاعتها اهي. معانا 2 تلاجة على فكره، مش تلاجة واحده، تصدق 2 تلاجة. يلا هيصوا، مش حارمينكم من حاجه. تعالوا كده نشوف اول اوضه معانا. ادي كده اول اوضه، دي ممكن تاخد معانا 8 افراد. الفيلا النهارده بتاخد 8 افراد. تمام. بصوا كده اهو، طبعا الفرش كله جديد ونضيف وحاجات نضيفه بالكروت، سواء بتتكلم في كروت شاطئ خاص او كروت شاطئ عام. ده كده انا والله كنت عايزه اجي اسيب الفيو بتاعها في الاخر، بس دي كده الغرفه بتدور له. بص على ايه اهو، ادي الجاردن بتاعك، الفرندا بتاعتك، وعيش اهو. عيالك يلعبوا، بتاخد 8 افراد مرتاحه. وعلى فكره هنا ما بيدققوش في الافراد، المكان هنا اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ده ما بيدققش في افراد. يعني مش هتقولك يعني لو جبتي 10 مش هتقولك لا والله ما هم قاعدين، لا عادي. تاني حمام معانا اهو، احنا قلنا 2 حمام. ادي الحمام الكبير اهو، كل حاجه شغاله فيه، مفيش حاجه بايظه، مفيش حاجه مش عارفه ايه. كروت شاطئ خاص، كروت شاطئ عام، كله معانا. ادي التانية التكييف اهو، انا سوري ما صورتش التكييف. دي كل غرفه فيها سريرين، السرير 1.20 متر، مرتاح. برضو نفس الكلام، برضو بتطل على الفرندا. تعالوا كده بقى نشوف الفرندا معاكم، يلا بينا. السعر كام يا موجود النهارده؟ دي 1000 جنيه. 1000 جنيه في اليوم. واسبوع العيد كلام تاني. اسبوع العيد انا لما بقول كلام تاني مش بفجعكم واقول لكم بصوا بقى ده كلام تاني والسعر عالي، لا 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 لا. الناس هنا متهاونه وتعاونه. الحق احجز بس بدري عشان تقول لهم من طرف ام بودي كلمه السر. هنا ام بودي هتاخد بسعر قسما بالله العظيم ما حد هيعرف يجيبه لك. بامانه انا جايبه لكم اسعار والله ما حد هيعرف يجيبها لكم بامانه، ومش كلام، انا مسؤوله عن كلامي. 6 كراسي. انا بتكلم في فيلا بالجاردن، تاني نمره من البحر. انت يا دوبك تطلع تعدي السكه انت في وشك البحر. كروت شاطئ خاص، كروت شاطئ عام، كله موجود. بكام يا ام بودي النهارده؟ تعمل معايا 1000 جنيه في اليوم، وممكن تنزل كمان على 1000. انا مسؤوله عن كلامي. تاخد اكتر من 8 افراد مرتاحه اهو. كروت شاطئ خاص، كروت شاطئ عام، كله موجود طبعا بكروت البوابات. انا جايبه لكم فيلا النهارده شغل، ولكن 2 حمام زي ما حضراتكم شايفين. الريسبشن كبير، الفيلا شاشه كبيره، شغل عالي عالي عالي. مش هتلاقوا الكلام ده غير مع ام بودي وبس. مش تعرفوا انا لما بسكت وبطلع بالتقيل. ام بودي لما بتغيب عليكم بتنزل بالتقيل، والتقيل النهارده مفاجاه المفاجآت. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام واتفرج معايا كده واتفرج. شقه دي مش شقه، احنا بنتكلم في فيلا ارضي طبعا، مفيش فيلا دور اول. بتاخد اكتر من 20 فرد، 18 15. والله ما هنعارض معاك ومش هنقول لك يا عم عددك كام. بصوا الكلام، انت قلتش الرقم كام؟ قلنا 20 18 15. بنتكلم في فيلا ارضي
بصوا ده المطبخ. بتتكلمي في سعر عالي؟ لا، ما بتكلمش معاك في سعر عالي، انت عارف ام بودي انا بتاعت الغلابه. لما نحب نتفسح نتفسح صح، بس ما نخربهاش. تعالوا كده نشوف اول اوضه معانا فيها كام بقى سرير. ادي 1 2 3 مكيفه طبعا. ها 1 2 3 السرير 1.20 متر طبعا. كل الاوض بص على الفرندا كلها. 3 اوض، تكييف، في مراوح برضه. يعني انا في ناس قالت لي مش عايزين تكييفات. هنقول السعر والله اهدوا. هنقول بصوا يا جماعه دي كده الكنبتين. تعالوا كده نكمل. ده كده الريسبشن معايا زي ما انتم شايفين. انا عايزه اقول لكم مدى الوسع بتاعها قد ايه. يعني انا بحاول اجيبها لكم مش عارفه. ده كده اول حمام معايا. مفاجاه المفاجآت بقى النهارده في الفيلا دي اللي بتاخد اكبر من عددها، بتاخد عدد كبير جدا جدا جدا. طبعا كروت شاطئ خاص، كروت شاطئ عام، طبعا الغساله موجوده، كل حاجه موجوده. شاطئ خاص، شاطئ عام، كله موجود. دي الاوضه الماستر الرئيسيه بتاعتنا كبيره جدا برضو. وكل جميع الغرف بتطل. طبعا في مراوح عشان الناس برضو اللي حابه مراوح بتطل على الفرندا. طب ما تيجي نشوف الفرندا بقى والفيو ونقول السعر مع بعض. تعالوا كده نشوف السعر النهارده في الفيلا دي. 1300 جنيه في اليوم. بتكلم معاك فيلا بتاخد اكتر من 15 فرد 20 فرد، مش هيعرضوا، مش هيتكلموا معاك في حاجه. بتاخد ب 1300 جنيه في اليوم. واسبوع العيد مفاجاه المفاجآت. اسبوع العيد هنا مفاجاه المفاجآت. ادي الفرندا بتاعتنا. انا والله الشمس حاسه ان هي ظالمه المكان. انت بفرندا خاصه بيك. انت بتتكلم انك هتعدي الشارع في وشك البحر على طول. فرندا خاصه بيك، مفيش حد يجرحك. تمام. هنا بقى عيش حياتك، عيش حياتك. عايز تطلع تنام بره، عايزين تناموا جوه، اعملوا اللي انتوا عايزينه. لوالدتي والدتك، لحماتك وحماتي، الناس الكبيره اللي عايزه تقعد وعايزه تنسى الدنيا، مش عايزه حاجه، مش عايزه حد يضايقها. المكان ده انا برشحه لكم بجد. انت بتتكلم في 1300 جنيه في اليوم. لو هتاخد كروت شاطئ عام، لو هتاخد كروت شاطئ خاص هيفرق الثمن شويه، ممكن يزيد 300 جنيه او 200 جنيه على حسب. اسبوع العيد مفاجاه المفاجآت. بس الحق احجز، الحق احجز اسبوع العيد. لان فعلا انت بتتكلم الفيديو ده اول ما اي حد هيشوفه هيجري على طول يحجز في العيد. هتلاقي كلام تاني، بس السعر هيكون مفاجاه في العيد. احنا ليه ما بتقوليش اسعار العيد؟ اسعار العيد والله ممكن نقولها، ولكن احنا ممكن السيزون يبقى هادي، ممكن السيزون ما يكونش فيه ضغط شغل ياما. احنا عايزين نشوف الشغل هيبقى عامل ازاي في العيد وهنقوله. بس انا بتكلم بقول لك دلوقتي لو انت عاوز تلحق تتفسح وتصيف برشح لك الليله اللي احنا فيها دلوقتي دي بجد. جمعي اختك، جمعي عمتك، جمعي صاحبتك، جمع اخوك واخوك واختك، 4 عائلات خشوا فيها. 1300 جنيه في اليوم بالكروت وشامله الكروت. يعني وفرت بحر، وفرت قعده حلوه، لميت العيله كلها في مكان واحد وعيش يا معلم. امير كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب حضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. الحمد لله. ان شاء الله باذن الله يبقى سيزون كويس علينا باذن الرحمن. ان شاء الله. ان شاء الله. احنا شفنا وحدات جامده واسعار الصراحه يعني مناسبه لكل الفئات ان شاء الله باذن الله. طبعا طبعا. امير قبل ما نبدا او بعد ما خلصنا شفنا الوحدات، دلوقتي في حاجات بتكون اقل شويه في الاسعار معانا؟ في اقل، بس اللي احنا عرضناه احسن من الاقل. احنا برضو بنقول يعني مثلا ممكن اي حد اتصل بيك ويقول لك انا حدودي كذا في اليوم، هتعرف توفر له؟ طبعا. مش هنزعل حد؟ لا مش هنزعل حد باذن الله يا جماعه. لغايه دلوقتي الحمد لله ما جاليش اي شكوى من امير، عشان كده دي رابع سنه الحمد لله مع بعض. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الكروت متاحه معانا؟ متاحه الكروت عام وخاص، بس حسب الاتفاق على السعر والنموذج والوحده ان شاء الله. بالظبط كده. ولو حابين ان احنا لو كروت الشاطئ العام وعايزين نزود خاص متاح ان شاء الله، بس بفرق سعر بسيط. فرق سعر بسيط، وغير كده احنا بنختلف بس كده من النموذج للتاني عامه، حسب الاختيار، حسب النموذج. ان شاء الله. امير هتعمل معانا ايه في العيد؟ مفاجاه. مفاجاه. انت قلت لي ام بودي احنا مش ما قلناش اسعار، مش عشان مش عايزين نقول، عايزين نعمل مفاجاه للناس
بس الحق احجز طبعا ان شاء الله باذن الله. حجز يكلمونا في العيد الوقت ده. امتى بالظبط؟ يعني انا اسالك على اسعار العيد امتى؟ لا في الاوقات دي اللي احنا فيها عامه. دلوقتي. في الاوقات دي الحق احجز دلوقتي. نلحق نحجز وانت دلوقتي. بتفضل، انا شايفاك المكالمات بسم الله ما شاء الله ما شاء جايه الله، لك، الحمد لله. بتفضل دلوقتي. طبعا دلوقتي طبعا، ده لازم تمام. عشان نبدا ان احنا نحجز من بدري، عشان الاسعار بتبدا تغلى في وقت العيد عامه. باذن الله. عندك حق. شكرا جدا ليك. العفو. كل سنه وانت طيب. شكرا. ان شاء الله تكون بالصحة والسلامة. سنه سعيده علينا يا كلنا رب، ان يا شاء رب. الله، وسيزون كويس. يا رب. الله تسلم يا الله امين، تسلم يخليك. لذوقك. شكرا جدا.